لك كريم العنزي اهلا وسهلا يا مرحبا. مدير التنفيذي لشركه كامل بندر المربوع من وزاره الداخليه. الله ونعم. حياك يا مرحبا. سلم. الله يحييك. اهلا وسهلا. حياك تفضل. حياك اهلا وسهلا. مرحبا. حياكم الله. يا هلا. حياكم الله جميعا. حياكم الله. تفضلوا. اهلا وسهلا. صحة. يا مرحبا. تفضلوا. هلا سعود، خذ الاوراق وسووا ذولا حتى يتم التثبت من الوضع ويعمل على اطلاقهم بالكفاله الى ان يستكمل وضع دراسه الامر في الدلم. ايوه يطلقوهم بالكفاله حتى يتم التثبت من الوضع. الله يعافيك. كيف حالك؟ خير الله يحفظك. كيف صحتكم؟ طيبين. يا مرحبا. اعطونا القهوه يا سمر. أنا أول كلمة بقولها إني أشكرك شكرا كبيرا على أنه الدعم اللي تقدمه بحضورك. هذا واجب. أخونا واحد من زملائنا لأنه قطاعنا احنا نرى أنه قطاع الذهب والجوهرات هو قطاع مهم، قطاع كبير، قطاع الاستثمارات اللي فيه توازي قطاعين أو ثلاثة من القطاعات الأخرى كقطاع المفروشات إلى آخره. قطاع الذهب والجوهرات قطاع يتداول ما يزيد على 60 مليار، وبالتالي الحمد لله هو من ركائز اقتصادنا الوطني. والحمد لله حكومة الرشيدة حقيقة انه ذللت كثير من الصعاب لنا، وان كان رجل الاعمال دائما يطمح من الدولة ان تكون هي الاب دائما والاب الحنون، وهي كذلك. الحمد لله. فحقيقة دعمك بحضور الافتتاح هذا نعتبره دعم لنا جميعا، شيء نفتخر فيه، وجيتنا اولا نشكرك على هالحضور وعلى هالدعم. الله يحييكم. انا ارحب فيكم بالعكس، وسعيد بشوفتكم، وايضا سعيد اني يعني يكون لنا مشاركه في دعم هذا التوجه. فمثل ما تفضلتوا يعني تذليل السبل امام اي لا تفضل يعني الجهات المختصه عندما تعمل اي دعم اي مساعدة في تذليل المصاعب أو كذا ووضع حوافز، هذا ينعكس ريعه وصالحه للمجتمع وللمنطقة اللي هو فيها. هم أول المستفيدين مهما كانت الأشياء، خاصة عند أصحاب الرؤى والتطلعات البعيدة المدى. فهذا أمر دولتنا بحمد الله تسعى لهذا الجانب، ويعني تواكب التطورات في هذا المضمار وتدعو لتذليل كل المصاعب. صحيح أنه أحيانا بعض الجهات الخاصة في بعض نواحي مالية تعمل نوع من الاحتياط ونوع من التحفظ على بعض الأمور لتسير الأمور في مجراها الصحيح. فقد يتوقع رجل الأعمال وكذا إنها عراقيل، لكنها استكمال الأشياء وتثبت منها من أجل أن تنطلق المسيرة على أسس ثابتة، وإلا فالدولة راعية وتعي وتدرك مدى أهمية تذليل الصعوبات ووضع الحوافز ودعوة الناس بعد تدعوهم. ما هو إن لما يأتون تردهم، بالعكس تدعوهم وتعقد اللقاءات وتدعو الشركات الكبيرة وتدعو وتزور وتشكل وفود. كل هذا يعني بأنهم يعون ذلك الدور ويعون المردود الفعلي والإيجابي لهالجوانب، ونحن خدامهم في هالمنطقة. أيضا نتفاعل معها وننفذ ما سياستهم وطريقتهم المتبعة في هذا الجانب. ثم أيضا علينا مسؤوليات أخرى من واقع المجتمع اللي احنا فيه. هم يتطلعون لأن تكون كل الأشياء هذه موجودة، وأي تنمية اقتصادية واجتماعية في أي مجال من مجالات الحياة أول من يستفيد منها مثل ما قلنا هم أبناء المجتمع اللي تكون في إطاره. وحنا أيضا نشكركم ونشكر الإخوان القائمين على مثل هذه الاستثمارات، إنهم أيضا وجدوا لهم مكان هنا، ووجودهم سيفيد في كل المناحي في سبيل توفير الحاجة للمشتري، في سبيل توفير عمل لمن يريد أن يعمل. لما يأتون ما بيعمل الواحد مفرد أو مقاطع معين، سيحتاج زيادة، ولن يأتي له من الخارج المحافظة من يأتي من خارجها ويعمل في داخل المحافظة، لأنه يتطلب سكن ويتطلب نقل ويتطلب شيء. سيجدون بغيتهم في أبناء المحافظة بسعر أقل
ويجد أيضا أبناء المحافظة فرصة في مكان أقرب مما يسافرون له وينتقلون عن أسرهم وعن ذويهم. في العمل هذا كله ندرك أبعاده، والقيادة والسياستها تدرك مثل هذا، ونوفر له الأرضية والمساحة المطلوبة ونشجع على مثل هذا. نرحب فيكم، احنا معكم، ولا شكر لنا على عمل أي مجهود وهو واجب علينا. هذا واجب وليس تفضل، إنما هو واجب، ونسعد أيضا احنا أن نؤدي الواجب امتثالا لأمر الله ثم لأمر قيادتنا وأمل المواطنين عندنا. حياكم الله واهلا وسهلا. كلام جميل، شرفنا بمعرفتك اولا وسعدنا بحديثك والكلمات اللي قلتها هذه حقيقه هي تحفيز لكل مواطن صالح وكل مواطن ان شاء الله صالحين انه يعمل استثمارات في مدينه الخرج خاصه وفي كل مدن المملكه. الشيء اللي من فضل الله يثلج الصدر انه من فضل الله فعلا حقيقه اقتصادنا قوي والملاءه الماليه موجوده من فضل الله عند التجار، وليس هناك اي تخوف الا هناك امل كبير رائع جدا في المستقبل القادم، وان شاء الله حتكون الاوضاع اكثر. كذلك من فضل الله متاكدين من فضل الله من برضو القوة الشرائية الموجودة عند المجتمع السعودي في مدينة الخرج وفي كل مدننا من فضل الله. من حسن إلى أحسن إن شاء الله، والتطور حثيث، والأطماع والتطلعات والطموح عند الجميع، بدءا من المواطن الصغير والمستثمر الصغير إلى القيادة. الطموح والتحديث لا حدود لها. صحيح. كل يوم في مزيد بإذن الله. الحمد لله. نشكرك سعادة المحافظ على هذا اللقاء. الله يحييك. ونشكرك على دعمك رجل الأعمال في الخارج، وهذا يمكن اللقاء الثاني مع سعادتكم، وصراحة يجبرنا أن نقول الحق. هو يمكن أول محافظ يلتقي في رجال الأعمال هو سعادتكم. هذه شهادة. وهذه تحية من رجال الأعمال لك شخصيا. في ظل حكومتنا الرشيدة وفي ظل التوجيهات السامية اللي مثل ما أشرت لها، ولكن ترى رجل الأعمال في حاجة إلى وقفة الدولة ممثلة في شخصكم في كل الاتجاهات، لا نخطي ولا يخطى علينا. رجال الأعمال هم من ينهض بالبلد، هم من يوجد دعم للبلد في العمران، في التجارة، في كل الاتجاهات. ولكن لقينا منك الصدر الرحب، وإحنا اليوم وباسم رجال الأعمال في الخارج أشكرك الشكر الجزيل، وصفاتك اللي ما تنسى للخارج ورجال الأعمال في الخارج. بارك الله فيك. بارك الله ما فيك. نبغى نطول على سعادة المحافظ، ولكن الحقيقة أنا حضرت الرجل وتكلمت مع سعادة المحافظ. الوضع كذا، قال بالعكس احنا نرحب برجال الأعمال ومحافظتنا مفتوحة، وكان بالعكس يمكن ترك بعض الاجتماعات في سبيل يعلم الله، يعني كلمة أقولها كلمة حق، عنده مناسبة اليوم إنه اعترض عليها ووقفها في سبيل إنه يشاركنا حفلنا ويحضر بنفسه، وفيما هو في حفل أقدم منا، وهذه شهادة أنا أعتبرها وسام على صدري وتاج على راسي يا أبو ماجد، وكثر خيرك. وإحنا بعد إذنك متى ما كنت جاهز إحنا نتشرف. شرفين. يلا شباب يمين ويسار يمين ويسار. بسم الله على بركة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. هذا انا ودي انا اشرح لك عن محتويات المحل. احنا المنطقه هنا منطقه خلف بقدر ما هي منطقه شعبيه الحمد لله، ذوق الناس راقي. المنطقه الشعبيه تقول ما يجيبون فيها الا الذهب الساده، لكن هنا الحقيقه ما شاء الله وجود الذهب الابيض والالماس دليل انه في ذوق راقي وفي قوه شرائيه. هذه من هنا المعرس اول شيء يقولوا الشبكه اول شيء الدبله. هذا نبدا من الدبله، نمسكه من هنا اول شيء. اول شيء من هنا، بعدين نوردها. نعم هو طعم. وهذه فيها زركونات راقيه. نعم فيها زركونات راقيه، وفيها والالماس في الجهه الثانيه. نعم تفضل طال عمرك. هذا الطبوم الناعمه. نعم
هذه طقوم ناعمه احنا نسميها، لانه الان صار الشابات صاروا يرغبون، مو مثل اول كان اول لما تتزوج البنت لبسوها دوار ورشوا شيء تصير يلا تمشي بذهبها. الحين صاروا يبحثون عن الشغلات الناعمه يجدون انها افضل. نعم هذه ما شاء الله عندنا يعني لما نشوف انه بعض خاتم يوصل الى 20 جرام نقول هذا ويل الرجال اللي تضربهم تقول بتسلة ابدا. نعم في الحقيقه مشغولات راقي، هذا بحريني وكويتي. نعم هذاك سنغافوري. وين اللواء سعيد؟ يقولون هذا ثقيل، وين المواعد يسمونها؟ سعادة اللواء قائد قاعدة الأمير سلطان كان فيها رئيس اللجنة التجارية ويسعدني صراحة الحضور والمشاركة يعني. أمس كان دليل ثقتكم في الاقتصاد المحافظة ودعمها لكم كتجار، هذا أكبر دليل صراحة. سعادة المحافظة حرصكم جميعا على هذا أول دعم حقيقة، مو عشان نقول، لكن احنا نتشرف إنه أول من دعم كمسؤول وطني رأس السلطة في مدينة الخرج يدعمنا أول واحد. هذا دعم كبير، حضوره دعم. هذا سعادة اللواء له اهتمامات كثيرة، يعني تلاقيه مشارك في كل عمل بناء في الخرج على كل المستويات، زراعي خدمي كلش يعني ما شاء الله. فهذه شوفوا المشغولات، هذا فيها بضاعة احنا نقول الكويتي ليس بالضرورة توصل المملكة، لكن الطرز الكويتي الديزاين هذا في سنغافورة. فهذا جزء من مشغولاتهم برضو. النجاح يفرض نفسه. نعم كويس. نعم مثل ما قلت لك طال عمرك، الان الشابات يبحثون عن الحاجه الناعمه، وانا كصاحب مصلحه يفترض ان يوفر الناعمه والكبيره. انا ذوق الزبون. كنا نتحدث نقول طال عمرك مجلس الذهب العالمي لما اجتمعنا معهم اخر مره في مجلس الغرف السعوديه، فكان يقول لي ليش ما تشترون، ليش ما تروجون للذهب الساده؟ قلت انا ما اروج للذهب الساده، انا اروج للذهب اللي تقطع عنه السيده السعوديه. انا على ذوق السيده السعوديه، هو يهمه يبيع اكثر شيء، انا يهمني يبيع احسن شيء. انا ما ابغى تقعد عندي بضاعه ستوك، ابغى الزبون وش يبغى اغير مزاجي على مزاجي. نعم هذا الان اذواق الناس اتجهت الى المشروبات الناعمه هذه احنا نسميها هذه الاساور البسيطه اللي هي هذه اكثرها يجي عيار 18، ونقدر نسميها اسم ثاني نقول ايطالي، هذه غالبا ايطالي. تفضل. طبعا جودة الذهب السعودي طبعا السعودي اكبر مني في هذا الموضوع على مستوى العالم، يعتبر من مراتب الأفضل. وهذا يغري حتى الاجانب واخواننا العرب في الشراء، دائما اذا قالوا سعودي يعرفون. حتى الغش ما ولا في ابدا. احنا لو سمعنا عن احيانا يتكلمون عن الغشش ما يجي في المحلات، الغشش دائما وليس بعض الاحيان يجي بين مبيعات افراد، لكن صاحب المحل لانه يعطي فاتوره هذه ضمان يحافظ على سمعته. يعني لو جاء في مشكله في ذهبه بعد سنه او 5 سنين او 10 سنين فاتوره هذه ضمان. نعم وبالتالي اذا يجي ذهب الغشش يجي خارج المحلات هذه 100%. غير كذا وزارة التجارة تقوم بحملات تفتيش عشوائية، يعني يدخل لو جاء الآن عند الشريك قال اعطيني القطعة دي أخذها سجل وزنها وأخذها وحللوها. لو لا سمح الله حصل فيها نقص بالعيار، احنا نتكلم عيار 21 يعني يقول 875 اللي هو 875 ذهب و125 بالألف نحاس وفضة ومواد شائعة. لو حصل العيار ناقص فيه غرامة على القطعة بيحصل فيها إلى 400,000 ريال. فبالتالي الواحد ما يقول أكسب 500 ريال وأخسر 400,000. فأنا على ثقة تامة أن جميع محلات الذهب في المملكة حريصين اللعب خارج المملكة. استاذنك سعادة المحافظ، ابنك عبد العزيز ربيع الشريف حب يشرح لك عن التقنية الحديثة اللي يمكن تكون على مستوى الشرق الأوسط. تفضل. السلام عليكم. طال عمرك، اولا احنا استخدمنا على نظام التقنيات، تم استخدام الاجهزه الذكيه، تم الحمد لله ان تمت عقود مع السيرفرات محليه وعالميه لحفظ فاتوره العميل على مدى 20 عام، مما يعزز الثقه داخل العميل. عمليه البيع بشكل مختصر، هذا الكرت الذكي يتم الضرب عليه، تفتح الفاتوره، يتم الضرب على اي قطعه، بعد ذلك انشاء يحاسب هناك الفاتوره. البطاقه هذه طال عمرك تخزن فيها الفاتوره لمدى 20 عام، لو بغى العميل في اي وقت فقدت منه الفاتوره يقدر يسترجعها.
طبعا مبني على الذهب والألماس. استخدم المحل تقريبا من ناحية التقنية على أجود الأنواع في عمليات كاميرات المراقبة، في عمليات أجهزة الإنذار. طبعا بعد ما ياخذ البطاقة ياخذ البطاقة يتفضل هناك في صندوق بس يعطيه البطاقة، هذاك عنده قارئ يقدر يطلع له الفاتورة في ثواني. حافظة كل حقوقه من وإلى. هذا التقنية هذه يا أخي العمر ما توجد على مستوى الشرق الأوسط تقريبا. يمكن بداية جديدة. نعم. انه يصير احنا عاملين نتشرف ان نضعها بهالمحافظة اللي تعتبر أمنا وأم الجميع. تفضل. رقم للبائع وتصنيفه وشغل نظامي 100%. يعني العميل اذا دخل ما يقول مثلا فلان، يقول رقم فلان الفلاني وهذا محفوظ. حقوق للعميل متى ما قال ما يكون هناك اي خطأ. تشكر على هذا حقيقة. الله يطول عمرك.